محامية إيمان محمود، محامية بديوان العدالة الاجتماعية في مناطق الإدارة الذاتية. طبعا ندين بأشد العبارات القتل والتهجير في مناطق الساحل. هم أيضا أبناؤنا السوريون، نحن أبناء الوطن لا نقبل عليهم بكافة أشكال العنف ولا التهجير ولا القتل العام. ونحن نستنكر ما يحصل في الساحل على أخوتنا، وجميع الانتهاكات التي حصلت في مناطق الساحل يجب أن يتم محاسبتها من قبل الأمن العام والحكومة السورية. ندعو أن يكون أخوتنا هناك بخير والشفاء العاجل للجرحى والسلامة، وجميع الذين ارتكبوا هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا وفق القانون السوري لأنهم من أبناء الدولة السورية. ندى ملكي، محامية بمقاطعة الجزيرة. اليوم كان لدينا بيان باسم اتحاد المحامين بمقاطعة الجزيرة. طبعا هذا البيان كان للتنديد ورفض التصرفات الأخيرة الحاصلة في الساحل السوري ضد الطائفة العلوية، إذ أننا نحن المحامين نعلم أن هذه التصرفات هي خارج القانون وحتى خارج الإنسانية. فمن كان متهما بأعمال عنف أو أعمال غير قانونية سابقة أيام النظام تستطيع الحكومة الجديدة اعتقالهم ومعاقبتهم وفق القانون. لكن ما حصل الحقيقة يؤسف إليه، ويعجز يعجز الإنسان عن وصفه لأنه خارج إطار الإنسانية بتاتا، إذ تم نشر هذه التصرفات أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي والتباهي بهذه التصرفات، إذ عُمل الإنسان بأحقر المعاملات، وأيضا ضرب النساء والأطفال كان جريمة لا تغتفر لها. لذلك من واجبنا نحن اتحاد المحامين بمقاطعة الجزيرة أن نندد بهذه التصرفات وندعو الحكومة الجديدة لوقف هذه التصرفات ضد الشعب السوري وخاصة ضد الطائفة العلوية، لعدم خلق كراهية أكثر في سوريا. يكفي قتل، يكفي تدمير، يكفي نزاعات طائفية. أيضا نقول أن الحوار الوطني مفتوح أمامنا جميعا، نستطيع أن نعيش جميعا بسلام ووفق القانون.